رح نحضر اليوم مع بعض طريقة الكب كيك بالتفاح، هش وطري ومرتفع وكتير طيب. كملوا معي الفيديو للآخر لتشوفوا طريقة العمل. بوصفتي بحتاج لحبتين كبار من التفاح، وخلوا اختياركم للتفاح يكون أحمر وحلو. بدي أقشرهم وأبرشهم بالمبرشة، وهيك من بعد ما برشتهم من بعد رح ضيفلهم ملعقة كبيرة من السكر وملعقة وسط من القرفة. رح نزل فوقهم نص كوب من اللوز المكسر. فيكن تستبدلوا اللوز بالجوز أو أي نوع مكسرات بتفضلوه. لخليط الكيك بحتاج ل3 حبات من البيض بحرارة الغرفة وظرف من الفانيليا. بنزل فوقهم كوب من السكر وكوب من اللبن بحرارة الغرفة ونص كوب من زيت النباتي. رح اخفقهم بالمضرب اليدوي لحتى يمتزجوا المكونات مع بعضها ويصير عندي اللون أبيض. من بعدها بدي نزل الطحين. كمية الطحين عندي هي 2.5 كوب منخولين مسبقا. بنزل فوقهم ظرف من البيكنج باودر وبرجع بخلطهم. وهيك الخليط صار عندي جاهز. بالنسبة لصينية الكب كيك مثل ما نكون شايفين أنا حطيت بقلبها حبات من الرز كرمال حافظ على قاع الكيك وما يحترق عندي بسرعة. رح ننزل الخليط، وأكيد هون أنا بكون مشعل الفرن لحتى يكون محمى مسبقا. من بعدها بحط على الوجه الحشوة التفاح يلي حضرناها. بحط صينيتي بوسط الفرن. أحبابي بياخدوا تقريبا معي 30 دقيقة، وأكيد حسب كل فرن بيختلف عن التاني. وهيك صاروا عندي الكب كيك جاهزين. أحبابي بتركن لحتى يبردوا منيح وبرجع بشيل الورق عنهم. كب كيك ناجح وهش وطري. بتمنى انه يكون الفيديو نال اعجابكم، ولهون احبابي بكون وصلت لنهاية الفيديو. واهلا وسهلا فيكم بقناة اكلات ايمان الشهية.